السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه أفضل الصلاة والسلام. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النهارده عملت حلو القرع العسل، عملته حلو. هو ممكن يتعمل حلو وممكن تطبخيه عادي زي البطاطس الكوسة تطبخيه باللحمة. فأنا اللي أنا منزلاه النهارده حلو. جبت قرع عسلي، وسبحان الله أول مرة ألاقي القشرة بتاعة القرع العسلي بتطلع بسهولة. احنا في الطبيعي في حياة أمي أول مرة أجيبه بعد وفاة أمي. في الطبيعي كنا بنقشره يعني كان تقشيره صعب جدا. سبحان الله، بس اتقشر معايا بسهولة جدا زي الشمام والكنتالوب. فقطعت قشرته، قطعته مكعبات صغيرة وسلقته بمية. بعد ما سلقته سبته يبرد، وضربته في الخلاط. حطيت له كوبايتين لبن، وحطيت له كوبايتين لبن وباكوين فانيليا وباكو كاستر ومعلقتين نشا. ضربتهم كويس، حطيتهم على القرع العسلي بعد ما خد غلوه. ضربتهم بشويه ميه، حطيتهم على القرع العسلي وقلبت طبعا زي ما بنعمل كاستر بالظبط. قعدت اقلب لغايه ما تقل معايا، وصبيته في زي ما انتم شايفين كده في قوالب الكاستر. وطعمه تحفه تحفه تحفه، يعني حاجه سبحان الله. سبحان الله. يا رب تجربوه ويعجبكم ان شاء الله باذن الله. وشكرا لمتابعتكم الكل، جزاكم